إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على فكرة ممكن تتاكل مع رز عادي، حلوة جدا. بصوا مع رز، مع بطاطس محمرة، مع مكرونة. بصوا انا اكلتها كلها اهو. يلا باي، شوقة لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الوقت كل حين. هنعمل بقى، بصوا دايما بنعمل احنا البانيه بتاعنا طبعا، فانا بقى الحاج ايه زهقنا من البانيه اللي هو بتاعنا العادي. هنعمل بقى، بصوا انا مقطعه الفراخ ده نص كيلو بانيه، قطعته زي ما انتم شايفينه كده زي الشاورما كده. عايزه تقطعيه صغيرا كده براحتك، مفيش اي مشكله. هنحط عليه ايه بقى؟ بيضتين. ثواني. بسم الله. نحط بيضتين كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس نحط زبدية، الله يرحمنا ويرحم امتنا اجمعين يا رب، يرحمنا ويرحم امة المسلمين. عندنا حالة بتاع الوفاة، الله يرحمك يا راجل طيب، الله يرحمه. هقلبهم بقى كده، واخدين بالكم كويس قوي اهو. البيض والزبادي، الزبادي عشان ايه بقى؟ الزبادي دي بتخلي الحاجه تستوي بسرعه، يعني بتسرع في سوى الفراخ. حتى لو هتنقعيها برضه بنحط، انا كنت بحط معلقتين زبادي. عندي بقى بصوا التوابل اوريها لكم. بابريكا، توابل لحمه، قصدي توابل فراخ، قصدي معلش، فلفل اسود، 7 بهارات، شويه بتاع ده جنزبيل، اللهم صل على محمد، ده بتاع ده اسمه ايه؟ العيش بقى ما مركزش ابقى افتكرها اقول لكم عليها دلوقتي. وبعدين احط الملح، احط نص معلقه ملح كده. خلاص اوكي، يبقى عرفنا التوابل. زعتر، شويه زعتر معلش، نحط الملح كده كده كفايه. خلاص يبقى بابريكا وتوابل فراخ وفلفل اسود وشويه زعتر وشويه جنزبيل بس. عايز تحطي فلفل اسود بس وبابريكا خلاص براحتك برضه. والزبادي ما تنسيهاش طبعا، كله مع الفراخ كده والبيضتين. اوكي، الواحد من ساعه ما عرف هو بيبقى ايه واخد متلخبط، عشان بيبقى حزين على الناس. والله استغفر الله العظيم يا رب، اللهم لا اعترض على حكمه. عندك بقى شويه جبنه موتزاريلا، عندك شويه جبنه رومي، اللي عندك شويه جبنه شيدر، اي حاجه حطيها عليها. خلاص نقطعها كده. بس عشان معلش دي كانت في الفريزر اصلا، بس كده. محدش قال لي يعني ولا تعليق على الفضة ولا حاجة يعني، ولا حتى على البتاع الصوص، صوص البديل صوص يعني اهو. معلش. بصوا بقى انا قطعت ايه بطاطس زي اللي انتوا شايفين كده. عايزه تبشريها وتحطيها في الارضيه برده براحتك، تحطيها يعني على الفراخ على طول كده برده براحتك. انا حطيتها سليمه كده عشان تبقى تحت، عشان تخلي الفراخ تاخد سواها حلو. فقطعتها طرنشات رفيعه كده زي ما انت شايفه، لا تخينه ولا رفيعه. خلاص. وهحط عليها بصل كده تحت كده، حلقات بصل قطعتها حلقات. قطعتها البصله بتقطعها كده حلقات عاديه، مفيهاش اي مشاكل يعني، عادي خالص كده. ماشي اهو كده. ارش شويه ملح وفلفل برضو على البصل ده دلوقتي عشان يدي طعم.
وتحط له رشه ملح وفلفل بيبقى حلو قوي. انا شلت القطه عشان ايه، هحط الفراخ الاول وبعدين احط بتاع البصل تاني واحط البتاع. اوكي انزل بقى بالفراخ بتاعتي دي، بدوبلها بالبيض كله كده. خلاص انزل كل الصوص، انزل كل حاجه في الصينيه. شايفه كده. غطيها بقى كلها كده. طبعا الفراخ هتنزل على البطاطس هتديها طعم حلو قوي على فكره. احنا بنعمل صينيه الفراخ بالفراخ بتاعتنا السليمه، دلوقتي هنعملها بقى بايه، بصدور الفراخ تغيير يعني، عشان ايه، نجدد، عشان محدش ينسى. انا هقول لكم حطيت القطه فوق على الوش عشان تنزل على البطاطس، عرفتوا؟ هحط القطه دي على الوش عشان تنزل على البطاطس. ارص بقيه البصل هنا كده. بسم الله. على فكره انتوا بتخلوني ان انا يعني بجهز كل حاجه قبل ما بعمل، عشان انا عارفه ان المصريين عندنا خلقهم ضيق، بيحبوا كل حاجه بسرعه بسرعه، فعشان كده بجهز لكم كل حاجه قبلها عشان ايه ما تزهقوش. والله بجد يعني احنا كده بنحب السرعه في كل شغلنا، الشعب كده بيحب السرعه في كل حاجه. يا رب يا رب نصر اخواننا في فلسطين، يا رب يا رب، الله يكون في عونهم يعني في الساعة دي بجد، ربنا معاهم. طب ارص بقية البصل عشان برضو بتزهقوا، واوريه لكم. انا رصيت البصل كده زي ما انتوا شايفينه كده، حلو ما شاء الله كده، حلو شغال. هرص القوطة برضو عليه كده على البصل. هتنزل بقى كل ده على البطاطس، عشان كده خليت القوطة فوق احسن، عشان تنزل مع الفراخ تستوي كويس مع البطاطس. اوكي هرصها بسرعة كده اهو. لو احتاجنا قطع نقطع. شكلها هحتاج هقطع قطعية تانية او قطعتين مش مشكلة، ماشي هقطع قطعتين. بصوا انا شفت عليها بقى، قطعت القطة زي ما انتوا شفتوا كده، حطيت عليها تحت البصل وبعدين القوطة وبعدين شوية جبنة تاني. خلاص هنحطها في الفرن على درجة 180 ونسيبها بقى لما تستوي اطلعها واوريها لكم. اوكي هتاكلوا احلى زي البيتزا بالظبط واحلى كمان طبعا. خلاص فاهمني، تبقى عامله زي البيتزا كده جميله بالبطاطس كده حلوه قوي. احطها بقى في الفرن وما تطلع اوريها لكم. ولو وصلتوا لغايه كده اشتراكات ولايك وشير. اوكي بصوا بقى انا سبتها لما بردت عشان اقطعهم وندوق ونشوف طعمها بقى ايه. بسم الله. طلع حته شوف شكلها تحفه بصراحه. دي تتاكل كده ايه حاف بعيش براحتكم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه. بصوا الفراخ مستويه ازاي، جميله يا جماعه، جربوها.